ليفركوزن. جريمالدو، كرة في الناحية اليسرى، وصلت بعد ذلك لليفركوزن، لا تمر هذا البرتغالي الذي نشأ في بورتو، لكن مرور بشكل ممتاز، والكرة تعود بعد ذلك. بيلينغهام يفقد هذه الكرة. ريال بروسيا ورغبة ليفركوزن. ينطلق هذا اللقاء في رحلة العبور إلى الدور. داخل منطقة الجزاء خطيرة لدورتموند، بحث عن هدف أول، لا تزال الفرصة عن طريق أدوم الآن. فرصة الأول لدورتموند، الانطلاقة موجودة عن طريق أديمي. يتركها إلى المتقدم الآن داخل منطقة الجزاء، خطيرة تسديدة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إبراهيم مازا اللاعب الجزائري تحولت إلى ركلة مرمى، لكن مباراة صعب التوقع فيها حقيقة، ولا حتى يمتلك ذكريات جيدة في هذا الملعب، لأنه كان مدرب المنتخب الدنماركي. يعتبر واحد من اللاعبين العرب أيضا اللي يتواجدوا مع نادي ليفرمان. هوفمان، كرة لليفركوزن، يبحث عن التقدم بأول الأهداف، خطيرة والتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو المدافع البوركيني، تحول إلى مهاجم في اللقطة الماضية، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كنت أتحدث على أن دورتموند الفريق والتي تجري عمليات الإحماء بالنسبة لفريق بروسيا دورتموند. فابيو سيلفا انطلق واستضاف بعض مباريات اليورو في العام الماضي. بالخطأ الكرة تعود إلى لمصلحة ليفركوزن. انطلاقة لليفركوزن، لمسة في وسط الملعب، البحث عن كوفان، عادت الكرة بيمي. فرصة الأول الآن لمصلحة دورتموند، لا تزال الفرصة والمحاولة، لكن أيضا عودة إبراهيم مازا يبحث عن المقدمة. كرة داخل منطقة الجزاء، مازا خطيرة، فعلها الجزائري الكبير. سجل مازا أول أهداف في اللقاء. ليفركوزن في رحلة الثار من دورتموند في السيجنال إيدونا بارك، يسجل إبراهيم مازا محارب الصحراء أول أهداف في اللقاء. أول أهداف في اللقاء وأول أهداف في القمة في شباك كوبل بعد بركلات الترجيح. حضرها المباراة 81,300. وكرة في اليمين، هوفمان عرضية لكن أبعدها دفاع دورتموند. عادت الكرة من جديد، لكنه لم ينجح في إقصاء الريال في المباراة النهائية اللي محاولة الصعود بالكرة الأمام. إبراهيم مازا صاحب الهدف الوحيد، لكن